في ليلة من ليالي لندن الباردة سنة 1764 كان في شاب اسمه جيمس بيبيع لأول مرة في حياته بيعة خاصة بيه في اول مزاد يخشه. الشاب ده بعد كده هيكون جيمس كريستي، صاحب دار كريستي، اكبر دار مزادات في العالم، وهي تقريبا الوحيده اللي شغلها ما توقفش لمده 260 سنه من سنه تاسيسها سنه 1766 لحد المزاد اللي ممكن بيكون بيحصل حاليا واحنا قاعدين نتكلم كده. ولان كريستس مش مجرد دار مزادات عاديه، قررت ان ادور على سر كريستي. من البدايه جيمس كريستي اخذ خبره كبيره وعرف كخبير فني في جميع اللوحات والانتيكات اللي كانت بتتعرض عليه، وقدر انه يكسب 16,000 جنيه استرليني في سنه واحده بس في القرن ال18، وده في الوقت ده كان رقم كبير جدا. واخيرا لقيت الاجابه في كتاب لجيمي كوبر بيقول ان النجاح المالي اللي حققته كريستس في الوقت ده بسبب راجل واحد بس محدش يعرفه ابدا، اسمه روبرت انسل. انسل كان تاجر صور موهوب بالفطره، بيقدر انه يجمع مجموعه من الانتيكات والصور النادره المهمه جدا. انسل عمل فرق كبير جدا في مشوار مزادات كريستس، عشان كده جيمس كريستي كان بيعتبره سر من اسرار شغله، لحد ما اضطر انه يشاركه سنه 1777، يعني بعد 11 سنه من بدايه الشركه. تعالى نحكي الحكايه من بدايتها سنه 1766، والاول مره اتعرف العالم على عنصر الهيدروجين، وفي نفس السنه دي اتعمل مزاد كريستس لاول مره. في الوقت ده جيمس كريستي صاحب المزاد ما كانش يتوقع ان كريستس هتقدر تتطور بالشكل كبير زي ما حصل في سنه 2015 لما حققت الشركه 7.4 مليار دولار. ان هو ما كانش يتوقع ان يكون ليه 54 مكتب ب 32 بلد او حتى 12 صاله في اشهر مدن العالم زي لندن ونيويورك وباريس وامستردام وكمان دبي وغيرها من دول كتير. فضل التطور هو كلمه السر في استمرار كريستس، لان كريستس اللي كانت بتبيع اعمال قديمه لبيكاسو ودافنشي وفان جوخ هي نفسها اللي قدرت تبيع لوحه رقميه كل اللي فيها مجموعه صور بتقنيه ال NFT او رموز غير قابله للاستبدال للامريكي بابل ب 70 مليون دولار. وعشان كده في اسرار كتير ارتبطت بمزاد كريستس. في 2 ابريل سنه 2009 عرض موقع الامارات اليوم تقرير عادي عن بعض المجوهرات اللي في كريستس. لحد هنا خبر كان ممكن يمر من غير ما حد يهتم بيه، لكن اللي مش عادي في التقرير هو ان من بين المجوهرات ديت 4 قطع كانت بتمتلكهم سيده الغناء العربي ام كلثوم. قطعه منهم كانت بروش هديه من الشيخه منيره الهلالي، والقطعه الثانيه كانت هديه من محمد رضا بهلاوي كان اهداها لام كلثوم لما تزوج الاميره فوزيه اخت الملك فاروق ملك مصر السابق. ظهرت قصه العقد في فيلم خيال مآتة للفنان احمد حلمي اللي اتعرض سنه 2019، واللي كانت قصته وهو الصراع على بروش لكوكب الشرق ام كلثوم. لكن الحقيقه ان مزاد كريستس سبق اللي حصل قبليها ب10 سنين، وبالبحث اكتر اكتشفت تقرير صحفي في عدد 12 يونيو سنه 2004 في مجله روز اليوسف المصريه، تقرير عن سرقه الاثار المصريه وانها بتتعرض في دور مزادات عالميه، وكان وقتها يقصدوا مزاد كريستس. وفي سنه 2015 اتفتحت التحقيقات دي تاني، واصبح في اكتر من طرف في المشكله، وزاره الخارجيه المصريه والبريطانيه واليونسكو وكمان المزاد. وفي 12 يونيو سنه 2019 موقع اندبندنت عربيه فتح تحقيق طويل عن راس توت عنخ امون واللي اختفت سنه 1970 من معبد الكرنك في مصر، وما ظهرتش غير سنه 1986 في اول صوره ليها علميه من مزاد كريستس. من وقتها الحكومه المصريه عملت محاولات كتيره عشان تستعيد القطعه دي، وفعلا كان هيحصل لان مفيش اي مستندات بتثبت ان مزاد كريستس بيمتلكها. وهنا كانت المفاجاه الثانيه، دار كريستس قالت انها حصلت عن الاثار الفرعونيه دي بشكل قانوني وعن طريق تاجر الاثار الالماني هاينز هيزر سنه 1985، وانها اتباعت لصالح مجموعه ليساندو. ورغم ان السيد زاهي حواس ظهر لمره ثانيه وقال انهم فتشوا عن صاحب الاسم ده وعرفوا انه ميت، الا ان كريستس اصرت انها تقيم المزاد بشكل طبيعي. جايز تكون اداره كريستس صادقه وجايز لا، لكن الاكيد ان كريستس دايما هتفضل محتفظه بكتير من الاسرار، واحنا كمان لسه عندنا كتير عن اشهر المزادات في العالم. وما تنساش تكتبوا لنا في الكومنتات عن المزادات اللي بتحبوا تعرفوا اسرارها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وكمان سبسكرايب ودعمنا عشان نستمر. مع السلامه. في البدايه جيمس كريسبي انا جعان وده في الوقت ده كان مبلغ كبير جدا، حاجه وفقح مساء الجمال، صباح الفل يا جماعه. على التراك احنا مخلصين النهارده كل ده انترو. انا سعد الخليلي انه لا يقاوم في العروض ده اشمعنى استمر يا ابني نجار ايه انت كمان